السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طيب النهاردة إن شاء الله هرجع لسلسلة فيز البحث عن عمل في دول الاتحاد الأوروبي. كنت عامل فيديو عن فيزة البحث عن ألمانيا، في فيزة البحث عن عمل في بلد ألمانيا. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن النمسا. يا رب يكون الفيديو بتاع ألمانيا عجبكم وركزوا معايا يا جماعة. وده نصيحة والله أنا دايما أقولها دايما في كل الفيديوهات بتاعتي: حاول تخلي قاعدة معرفتك بالدول ما تبقاش مقتصرة على أمريكا بس. صدقوني يا جماعة والله العظيم في أنواع فيز أوروبا جميلة جدا. وأنا دايما بقول في الفيديوهات حتى في اللايفات: لو أنت معاك إقامة في أوروبا فصدقني الحياة والكواليتي الحياة والمعيشة وكل حاجة هتكون أحسن من أمريكا. مش هقول لك إن أمريكا وحشة، بالعكس ما كنتش أنا رحتها. بس اللي انا بحاول انصح بيه كل اخواتي وكل اصحابي، والله حتى اصحابي القريبين مني، ان انت كبر قاعدة معرفتك بالامور، ما تبقاش امريكا بس. يعني دور في امريكا، دور في اوروبا، دور في كندا، دور في استراليا، دور في يا عم دول الخليج. مفيش مشكلة. وانا مهمتي انا كصانع محتوى بيتكلم عن السفر والهجرة ان انا ما اتكلمش معاك عن امريكا بس، وان يبقى في اي نوع فيزا جديد ممكن يكون سهل بالنسبة لك ان انا لازم اطلع واقول لك عليه. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن فيزا البحث عن عمل في دولة النمسا. طيب يا جماعة، مبدئيا كده النمسا دولة رقم 4 في قوة الباسبور. النمسا رقم 6 في الأمن والأمان. لو أنت عايش جوه النمسا فهي ترتيبها رقم 6 عالميا. النمسا تحتل المرتبة الثامنة في جودة الحياة وجودة المعيشة. المرتبات في النمسا بتبدأ من 2500 يورو إلى 4000 يورو شهريا. مصاريف المعيشة في النمسا بتبدأ من 1500 يورو إلى 2000 يورو شهريا. تقدر تسافر النمسا بفيزة البحث عن عمل لمدة 6 شهور لو قدرت تجمع 70 نقطة. ركزوا معايا في الحاجات اللي أقولها دلوقتي يا جماعة. لو عمرك من 25 سنة إلى 30 سنة فبتاخد 20. من 35 إلى 40 بتاخد 15 نقطة. من 40 إلى 45 بتاخد 10 نقاط فقط. معاك بكالوريوس بتاخد 20 نقطة. معاك ماجستير بتاخد 30 نقطة. معاك دكتوراه بتاخد 40 نقطة. ركزوا بقى معايا يا جماعة في النقطة اللي جاية دي: سنين الخبرة بيتم اعتمادها في فيزة البحث عن عمل في النمسا بعد سنة التخرج. يعني مثلا انت اتخرجت 2017، بيبدأ يحاسبك من 2017 او من 2018 فيما فوق. ما تجيش مثلا حضرتك، وده للاسف طبعا اكيد كلنا في مصر بنبقى اللي هو احنا بنشتغل من ثانويه عامه ومعانا شهادات خبره وبتاع. للاسف في دوله النمسا ما بيتمش اعتماد اي سنين خبره غير بعد التخرج. واحتساب النقط بيكون على كل سنه بتاخد نقطتين بس. تمام. اللغة انك تجيب A2 في الايلتس، يعني 3.5 من 10. وده شيء سهل جدا على فكرة يا جماعة. او ان انت بتجيب A2 في الالماني. وبعد كده ان شاء الله قدرت تستوفي ال70 نقطة، حضرتك بتقدر تاخد فيزة البحث عن عمل في النمسا. بتروح هناك بتدور على شغل، لقيت شغل بتغير نوع الإقامة بتاعتك إلى إقامة عمل بتتجدد كل سنتين، بعديها الإقامة الدايمة، وبعديها بتحصل على الباسبور النمساوي. واللي أنا جيت شرحت لك في أول الفيديو النمسا وترتيبها وقوة البلد والأمن والأمان فيها والمرتبات فيها والمصاريف المعيشة فيها، حسبت لك كل حاجة. نصيحة أخيرة يا جماعة: ركزوا في دول أوروبا، ركزوا في نوع أنواع الفيز اللي بتكون موجودة. حاول تطلع نفسك من إطار إن أنا بدور على فيزة سياحة وأروح أكسرها. لا صدقوني يا جماعة والله في أنواع فيز جميلة جدا وبتتناسب مع ناس كتير. وفي مئات الآلاف، مش هقول لك مئات الآلاف، الآلاف من المصريين طلعوا بأنواع فيز محدش يعرف عنها حاجة، وقدروا بعد كده يعدلوا وضعهم وقدروا ياخدوا إقامات، واللي قدر ياخد جنسية. فصدقني الفيديوهات دي مهمة جدا، لا تقل أهمية عن فيز السياحة سواء لدول الاتحاد الأوروبي اللي هي الشنجن وفيز السياحة الأمريكية. الفيديوهات دي صدقني والله مش أقل، بالعكس ممكن يكون شخص هو مثلا
اوراقه كويسه، دكتور في الجامعه، معاه ماجستير، خريج بتاع الايلتس بتاعه كويس، اللغه بتاعته كويسه، يقدر يطلع بنوع فيزا زي دي، ويقدر يسلك الطريق، ويقدر يبقى مشواره اسهل واسرع من الشخص اللي هو معاه فلوس وقدر يسافر بفيزا سياحه وكسرها، وقاعد هناك مخالف لسنين، وقاعد بقى مقدم لجوء او مستني يتجوز. ده تلاقي سكته اسهل منه، ويمكن بيسابقوا بيه 4 5 6 سنين كمان. بانواع الفيز اللي انا بقول لكم عليها دي يا جماعه، اهتموا بيها كويس جدا، صدقني ممكن يكون فيها مستقبلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.